السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم بقى بيوم جديد وروتين جديد ومشتريات جديدة يا جماعة. باركولي 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 اخيرا الحمد لله. لا يعني بصوا، اشتريت حاجات جميلة جدا جدا جدا. انا اي نعم ما اشتريتهاش كلها مرة واحدة، لا انا بقيت كل لما كنت ادبق حاجة كنت بروح اشتري الحاجة اللي لازماني لحد ما جهزت حاجتي كلها، علشان ايه اجدد كده في حاجات المطبخ عندي، في لوازم المطبخ. واول حاجة كده انا اشتريتها طقم التوابل ده، طقم البهارات. بصوا، الطقم ده جميل جدا وانا عجبني بصراحة، عشان خاطر ان هو ازاز، اعرف اغسله براحتي، اعرف اعقمه براحتي. طبعا انا كنت بجيب اللي هو البلاستيكات. البلاستيكات طبعا مش عملية. هي عملية في كون ان هي ما تتكسرش منك، انما مش عملية في الغسيل بتاعها، بتبهت وتتجرح ويبقى شكلها مش حلو. انما دي شوية صابون، شويه صابون، شويه كورال صغيرين. بتعقمي الحاجه بتبقى جميله، بتغسلها كويس قوي بالميه وبعد كده بتسيبيها تنشف معاكي. بتبقى الحاجه جميله جدا، بتلمع، الازاز بيلمع بصراحه. انا عجبني قوي كاستخدام. فانا بصراحه قلت انا كان نفسي ان انا اجيبه، والحمد لله ان انا جبته. يعني انا كان نفسي فعلا ان انا اجيب الطقم ده وجبته. هيشيل معايا كميات كتيره من التوابل. بصوا بقى التوابل، يعني مثلا عندك شطة، كمون، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة مطحونة، عندك بقى البابريكا، عندك بقى الحاجات اللي هي كلها. بصوا انا مش فاكرة، مش متذكرة، بس كتير. توم باودر، بصل باودر، اللي هي الكبسة، بهارات الكبسة، بهارات الرز، بهارات الكاري، كل الحاجات دي انا هيشيل معاكي حاجات كتير جدا. طبعا الحمد لله ان انا جبته. وطبعا هنا بقى ايه، الكاسات دي عشان رمضان. بصوا الكاسات الحجم بتاعها صغير، سهله كده انك انت تشيليها وما تقعش من على الصينيه ولا اي حاجه. جميله جميله جميله، بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا عملت المعيار بتاعها بالكوبايه الشوب، لقيت نفس المعيار بتاع الكوبايه الشوب. يعني هي ده هو ده، بس هو الفرق ان دي حاجه كده صغننه كده وشيك كده في شكلها، في رسمتها على الصينيه لما تيجي ترصيها وفيها العصاير. هتقولي طب انت جايباها شفافه ليه؟ احنا مثلا في رمضان، يعني رمضان، حاجات رمضان. طب ماشي، انا ما نسيتش حد، يعني انا الحاجات دي هتشوفوها دلوقتي. انا جايباها كذا حاجه. يعني انا جايبه الشفشه، احنا بنقول عليه شفشه، في ناس بتقولك عليه الدورق. فكتير بيقولوا عليه. يعني بصوا، كل واحد، كل بلد وكل ناس وكل ايه اسم هما بيحبوا يقولوه. انا بقول هنا شفشه. انا جايباه من نفس الخامه بتاعت الكاسات. بصوا شكله جميل جدا وشيك جدا. بصوا بقى لما الحاجه تجيبها شفافه بتبين لك نوع العصير. انا السنه اللي فاتت جبت حاجات اللي هي البلاستيكات اللي هي عليها الخياميات والكلام ده. كنت مثلا ابقى مغطيه العصير اقول ده نوعه ايه، ده نوعه ايه، ده نوعه ايه، فاهمين؟ انما كده الحاجه شفافه، ده بقى هينفعني اكتر. كمان الحجم بتاعه 2 لتر، بيشيل طبعا عشان العزايم. طبعا الحاجات دي يعني ايه العزايم اللي ايه للناس مثلا ايه عازمه ناس، يعني مش كميات كبيره، مثلا ايه والدي، والدتي، سيلفي ومراته، اختي وجوزها كده. يعني ايه حاجات كده، ايه حاجات على القد. ودون طبعا الشفشق التاني برضو، الخامة دي جميلة جدا، انا بحبها جدا. كان عندي طبعا منه وانكسر، فعشان كده اضطريت ان انا اجيب نفس الحجم ونفس الشكل. انا بحب الشكل ده جميل جدا، وبحب عامة الحاجة الشفافة، بيظهر النوع العصير اللي انت عاملاه في رمضان. جميل جميل يا جماعة والله. طبعا انا الحاجات دي تخص ايه، تخص العزايم. طبعا والشفشق الكبير ده حلو برضو في البلح. يعني البلح بقى بيبقى كميات وبيبقى عايز بقى حاجة واسعة ومش عارفة كده، يعني برضو حلو جميل جدا عشان برضو خاطر البلح. احنا من عشاق البلح يا جماعة، لازم رمضان معانا البلح، ان احنا كل يوم لازم نبل بلح ونفطر بيه وكده. ده طبعا ايه طقم الكاسات التاني، كوبايات بصوا تنفع مية، تنفع برضو عصير. الحجم بتاعها بصوا، الخامة بتاعتها جميلة، ومن جوه برضو يشيل نفس الكاس الصغير. يعني ده هو ده، بس هي المنظر بتاعه تحس ان هو ضخم بس هو مش ضخم. دون بقى ايه كان النوع التاني كده من الكاسات كده. انا جبت ايه كده، جبت نوعين كده، جبت نوعين معايا. بسم الله ما شاء الله عليهم، جمال واستخدامهم حلو. خامتهم جميلة، شفافين، شفافين علشان خاطر ان انا عايزاهم يعني حاجة تكون مبينة شكل العصاير، بيدي شكل كده وجميل قوي كده على الاكل، يعني بيبقى شكله حلو خالص. كده ايه انا جبت ماشي. انا بقى طبعا في كل ده مش هنسى طبعا ولادي وفرحة ولادي، لا طبعا
انا اهم حاجه عندي لازم البهجه للاولاد في البيت، ولازم يحسوا بشهر رمضان، وبالاخص لما يبقى عندك اولاد صغيره وبتعوديهم على الصيام، ولازم تعوديهم على الاجواء بتاعه رمضان. بصي طبعا احنا كده ايه حاجات العزايم كده ايه ركناها. نخش بقى ايه على الحاجات بتاعت ايه الاولاد. بصوا بقى هنا الكوبايات دي كوبايات شوب عليها بوجي طمطم. انا من عشاق بوجي طمطم يا جماعه، من وانا صغيره بحب بوجي طمطم. حتى لو ما نزلش في رمضان يعني بوجي طمطم ونسمعه كده، لا ممكن انا اجيبه من على النت واقعد اسمعه. بحب بصراحه بوجي طمطم جامد. دي هنا كده عليها رمضان كريم وعليها رسمه بوجي طمطم. ده طقم ست كوبايات. ماشي جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه. يعني بصوا حاجه، يعني بصوا انتوا ممكن تقولوا ايه حاجه هايفه، لا، حاجه هايفه بس بتفرح الاولاد. فرح الاولاد لما تكون كل حاجه عندك كده. رمضان 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 رمضان. كل سنه وانتم طيبين، اللهم اجعله شهر الخير علينا جميعا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. بص بقى هنا بقى ايه الكوبايات اللي هي عليها خياميه رمضان. خياميه رمضان يعني رمضان، اجواء رمضان. بصوا انا ما حرمتهمش كده من حاجه. السنه اللي فاتت كنت جايباها لهم بيضه وعليها رمضان كريم، وكان في منها مرسوم عليها اللي هو فنانيس وبكار. طبعا ايه بس كانت زرقاء. انا المره دي بقى ايه قالوا لي احنا عايزين الخياميه، جبت لهم الخياميه جميله جدا برضو، ولا مش غاليه يعني برضو يعني رخيصه. بصوا انا كنت جايبه السته دول، انا كنت جايباهم ب45، بس خامه جميله جدا، مش من النوع اللي بيتطبق ولا يتكسر، لا. هنا طبعا ايه البلاستيكات دون شفشق كده درق كده الايه للرز، غسيل الرز. بتحطي كده في الحاجه وتصفيها كده ما بتقعش منك ولا اي حاجه. انا عندي طبعا صفايه الرز اللي هي الكبيره، وريتها لكم انا قبل كده، عملت لكم فيديو ليها قبل كده. بصوا كبيره، انما دي بقى ايه الحجم حاجات صغيره. يعني احنا في رمضان كميات الاكل عندنا بتبقى يعني قليله جدا. ايه اولادي ما بياكلوش على الفطار كتير، بياكلوا حاجات عينات كده من الاكل، ما بياكلوش الاكل البايت. بضطر ان انا تاني يوم اعمل حاجه، فانا بدل ما اعمل كميه كبيره لا انا ممكن اعمل حاجات صغيره وحاجات جميله. وطبعا كل ده هتشوفوه في رمضان ان شاء الله. ربنا ما يجيب اي حاجه وحشه او اي مكروه لينا يا رب. وده طبق، وكنت جايبه المصفى اللي هي الحمراء، وده الطبق. ودي بقى الايه المصافي. انا كان عندي طبعا المصافي، طبعا انتوا عارفين البلاستيكات لازم تتجدد. البلاستيكات بتاعتي خلاص كده ادمت، يعني خلاص انتهت، استخدمتها كتير 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 جدا. طبعا انا بصوا انا كان المفروض ان انا اوريكم الحاجه القديمه اللي عندي اللي انا لغيتها علشان خاطر اوريكم الحاجات الجديده. فطبعا الحاجات القديمه دي انا هوريها لكم وانا بقى ايه بعمل في المطبخ. هوريكم كل الحاجات اللي انا يعني بدلتها وجبت بدلها حاجات جديده، لان بجد انا الحاجات التانية دي استخدمتها كتير 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 جدا جدا جدا. وبصوا انا دي بصوا المصافي دي عجبتني، لونها فاتح قوي. انا بعشق الالوانات الفاتحه يا جماعه، من عشاق الالوانات الفاتحه. بحب الحاجات الفاتحه كده، حاجات جميله بتبقى. بصوا بتدي كده ارتياح كده للنفسيه وفي العين. حتى لو انت واقفه في المطبخ لازم تنقي حاجاتك تكون فاتحه كده وحلوه. بصوا انا بصراحه يعني انا طقم الحلل اللي قدامكم ده انا لسه هنتكلم بقى طبعا عنه. انا كان نفسي اجيبه حاجه فاتحه، بس للاسف في مثل بيقولك على قد لحافك مد رجليك. فانا برضو على قد فلوسي مديت ايدي واشتريت الحاجه اللي ايه اللي على قد فلوسي. فانا كان نفسي اجيب اللي هو الفاتح، ما عرفتش، بس ان شاء الله ربنا يعني يكرمنا كده ويزيدنا يا رب من نعيمه ان شاء الله. لما احتاج طقم حلل او احتاج اجدده ويكون انتهى معايا هجيب الطقم اللي انا ايه نفسي فيه. طبعا بقى ايه دون الطقم زي طقم التوابل بالظبط. ده طقم مشروبات. طقم المشروبات دون بقى الايه بصوا طبعا ايه قهوة ينسون كراوية شاي. بصوا اي حاجة يعني. بصوا جميل بصراحة. انا حبيت ان انا اجيب الايه اللونين واحد. عجبني اللون حلو قوي. عجبني برضو. بصوا جبته برضو ازاز نفس الخامة بتاعت الطقم الاولاني. جبته حلو جميل وشيك. بصوا يعني كفايه المنظر بتاعه منظر يعني شيك جدا بصراحه. ولما يتحط بقى فيه الحاجة هيبقى اشيك واشيك. وكفاية ان الحاجة هتبقى شفافة. هتعرفي بقى ان ايه الحاجة شفافة، هتبقي عارفة ايه اللي انتي يعني يعني مثلا انتي خدتي البرطمان ده، انت عارفة البرطمان ده بتاع شاي عارفة البرطمان ده بتاع بن، عارفة كده. ده كده انا جبت الاتنين. بصوا اللي هو الدوار ده جميل جدا. بصراحة والله عجبوني. وقولوا لي يا جماعة ايه رأيكم في الحاجة اللي انا جايباها دي. بسم الله ما شاء الله يعني حاجات جميلة. كده انا جبت الاتنين. وطبعا وريتكم بقى كده الكوبايات والشفاشق. هنخش بقى ايه على الشنطة دي. الشنطة دي فيها ايه يا مزيز؟ الشنطة دي فيها حاجات
كتير 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 جدا، حاجات رفيعة حاجات صغيرة، روافع المطبخ، الرفايع زي ما بيقولوا. بصوا الشنطة دي بقى هنفتحها اول حاجة كده، ايه، نسمي الله. جبنا اول حاجة البلانشة. انا كان عندي الخشب، البلانشة الخشب يا جماعة. بصوا هي جميلة وعملية وكل حاجة، بس يعني ايه، استخدامها يعني مش قد كده. انا البلانشة اللي كانت عندي يعني من زمان وهي عندي بصراحة وبستخدمها. بصوا بقى انا جددت وجبت دي بصراحة سهلة غسلها، حتى وانتي بتقطعي كده بالسكينة ما بتعلمش، جميلة جدا. وبصوا الكل شكر لي فيها بصراحة، فانا حبيت ان انا اجيب من النوع ده. بصوا جميلة. بصوا كنت بغص في اولادي يا جماعة، بقول لهم اللي هيجي جنبها، بقول لهم محدش يجي جنب اي حاجة من الحاجات دي. بصوا بقى دي الاسفنجات بتاعة الحلل. ما كنتش جبتها يعني برضو ليوم الحلل، جبتها النهاردة في الحاجات اللي هي روافع دي. ده طبعا طقم الخشب، المعالق الخشب. جميل برضو، خفيف بسم الله ما شاء الله. يعني أنا ما بحبش الحاجات المعالق بالذات، ما بحبهاش الحاجات التقيلة، احب الحاجة الخفيفة. وطبعا الاستخدام بتاعها، بصوا انا يعني ايه، بجيبها لازم بحطها في ميه الاول، بنقعها في ميه قبل الاستخدام بتاعها. لسه طبعا ما فكيتهاش. وديان بقى لما دخلنا المحل كده، بقول له ايه ديان؟ قال لي ديان بتاعه القطايف. قلت له بتاعه القطايف لو احنا مش فينا قدين؟ قال لي لا، ده دي اللي طالعه جديده، تحطيها وتكبسي عليها كده بالمكبس، ايه تروح جايه ايه مقفله لك القطايف. قلت نجرب ربنا يستر، بس ما اروحش اعمل بيها وفي الاخر اعمل القطايف تتفك مني، ربنا يسترها. بصوا بقى كده. طبعا بقى دي الصغيره بقى، دي اللي بصوا اللي ضحكت الكل عليا. بصوا دي المبشره دي تنفعنا بقى ايه في جوزة الطيب. انا بحبها بصراحه، حلوه. انا كنت بعمل في الكبيره، اجي اعمل فيها مجرد ما اعمل كده كان صباعي يتعور اي حاجه بقى، ما انا مش يعني كبيره، الحجم بتاعها كبير والبلحه الطيب بتبقى صغيره. بصوا دي حلوه، هتنفعني بقى في بلحه الطيب كده، جميله جدا. بصوا بقى هنا الولاعة دي عجبتني لاني محكمة الغلق، انك انت بيبقى فيها بصوا في حاجة كده في الجنب بتقفليها يمين وشمال، تقفل معاكي لو اي حد من الاولاد مسكها. طبعا معرضة ان انت مثلا تبقي موجودة في المطبخ، اي حد يدخل عندك، طفل صغير اي حاجة. انا مثلا يعني انا ببقى موجودة كده عندي تيتو ابن اختي مثلا لو دخل مسكها، طب ما انا كده هيلعب فيها، لا الولاعات الصغيرة يعني. عندي مثلا ولادي ياسر ولؤي مثلا ممكن يلعبوا فيها، انما زيزو طبعا كبير وفاهم. فدي عجبتني ان هي يعني ايه فيها من الجنب كده حاجه تقفليها ما تخليش النار ايه تطلع منها. انا بستخدم النوع ده بصراحه، بس انا كان بقالي فتره ما جبتهوش، كنت بجيب الصغيرين. فدي برضو جبتها من لوازم المطبخ. ما هو تغيير بقى، تغيير بتغيير. طبعا دي بقى ما بصوا ما فيش مطبخ ما فيهوش الخله بتاعت الشيش طاووق، وما فيهوش لانك انت بتستخدميها في كفته، في شيش طاووق، بتستخدميها في حاجات كتير، كفته فراخ، كفته لحمه، شيش طاووق، بتستخدميها في كل حاجه. وطبعا عارفين الاستخدام بتاعها، ان احنا قبل ما بنستخدمها بساعتين، ساعتين ونص، 3 ساعات بتحطيها في ميه علشان لما تيجي تحطيها على النار ما تتحرقش منك. ده طبعا لازم اللي هو لازم يحصل. وده المنخل بقى الصغنون بتاعي كده بتاع الدقيق، جميل جدا بسم الله ما شاء الله. انا عندي المنخل الكبير يا جماعه، عندي منخل رز وعندي منخل دقيق. بس دي حاجه صغيره كده جميله هتساعدني ساعه التصوير، سهله على طول يعني انجز كده منها بسرعه. انما طبعا لو انا بعمل كميات كبيره فبستخدم المنخل الكبير. وطبعا الفرش دي مفيش طبعا مطبخ بيستغنى عن الفرش دي. الفرش دي بقى جميله في ايه، انك انت بقى بتغسلي بيها كل حاجه، فراخ، بط، سمك، بتنضف كل حاجه. الخضروات بقى يا جماعه بتغسلي بيها الخضار كده، يعني بتمسكي الحاجه بعد ما انت تعمليها، اللي هي مثلا الكوسه، البطاطس، الجزر، اي حاجه انت قشرتيها بالمبشره او القشاره، بت بتروحي بقى غاسله بالفرشه، بتطلع لك كل الحاجات الزيادات اللي فيها. ودي بقى هرست التوم، ابقى كدابه لو قلت لكم انا جربتها قبل كده، لا انا ما جربتهاش قبل كده. انا اسهل حاجه عندي التوم، لو كميه كبيره عايزاها بحطها في الكبه بتفرمها لي على طول. مش عايزه في الكبه مثلا ايه فصين 3، بروح جايه حطاهم
في الهون وادقهم بسرعه. لا بقى الكل قال لي هاتي هراسه التوم. طيب ماشي، انا اديني جبت هراسه التوم لسه مجربتهاش يا جماعه، هجربها معاكم. وبصوا هنبقى كده في التصوير وانا بعمل هجربها معاكم كده عملي على طول، يعني انا مش هجربها كده مع نفسي، لا انا هجربها معاكم. بصوا بسم الله ما شاء الله بصراحه، يعني انا الكل شكر فيها وقال ان هي استخدامها حلو والاستخدام بتاعها جميل. يعني انتي الواحد وهو واقف كده يروح حاطط التوم، دايس عليه ضغط كده تطلع من الناحيه التانية خلاص. فاحنا بقى هنجربها برضو مع بعض، عشان انا صريحه معاكم وانا بقول لكم انا ما جربتهاش، يعني انا هكدب عليكم واقول لكم جربتها، لا انا ما جربتهاش. دي طبعا المساكه. بصوا بقى الحاجات السيليكون اللي انا جايباها دي، جايباها هي والمعلق الخشب عشان خاطر ايه؟ طقم الحلل. طقم الحلل. بصوا انا جبته بعد تعب بصراحه، بصراحه جبته بعد تعب، فما رضيتش اطلعه. من ساعه ما جبته انا جايباه بقالي فتره وعيناه، ما رضيتش اطلعه لحد ما انا ايه اجيب المعلق بتاعته واكمل الحاجه بتاعتي. طبعا انتوا عارفين شفتوا الحلال بتاعتي متجرحه. كانت من ساعه جوازي يا جماعه، ما استخدمتهاش اصلا الا من يعني من فتره قريبه، فاتجرحت مني وباظت. فطبعا ايه انا جبت طقم الحلل ده، جبت بقى عشانه المعالق. دي المساكه عشان ما جرحش مثلا الطاسه الجريل اي حاجه ما جرحهاش. وجبت طبعا اللي هي الكبشه اللي هي اهي. طبعا من السيليكون برضو والاستانلس. كان في اللي هو الطقم اللي هو السيليكون الكامل. بصراحه انا ما جبتهوش، انا جبت اللي هي الحاجات الفرداني دي. يعني بصوا عجبتني بصراحه، وكل واحد بقى على قده زي ما احنا قلنا. بصوا كل واحد بقى بيجيب الحاجة اللي بيرتاح فيها يا جماعة. فانا ده كده ايه انا كده جبت اللي هي الحاجة وهي الكبشة اللي هي المقصوصة بتاعته برضو. والله يا جماعة انا بحب استخدم الالومنيات الاستانلس الحاجات دي بصراحة، اول مرة استخدمهم وهجربهم برضو معاكم. بصوا بقى دي بقى اللي فرحتني بجد. انا كان في اوقات انا كنت جايبه منها اللي هي الرخيصه، اي كلام. بصوا بقى دي جامده، خامه نظيفه. بصوا الايد بتاعتها جامده ومتينه بسم الله ما شاء الله عليها. بصي لما تيجي تشتري حاجات مطبخ، والحاجة دي ممكن تخسرك الأكلة أو ممكن تيجي عليك بضرر تضرك، لا استخدمي الحاجة النظيفة الغالية وما تستبخليش. أنا يا جماعة مشيت ورا الحاجة الرخيصة، هوريها لكم اهي المقصوصة القديمة. بصوا خسرت مني حاجات كتير. هي خفيفة رفيعة جدا، مش عملية. انا جبتها قلت ايه حاجه رخيصه بقى هتسلك وايه وهتمشي معايا، لا بالعكس. بصوا كانت بتلف ازاي. مجرد ما كنت اجي اطلع حاجه من الطاسه بصوا انا رميتها على اخر ما بايدي، قلت لهم ابعدوها عني. كنت مثلا انا طبعا بعمل عجينه القطايف في البيت، وكنت بعمل القطايف كده الاولاد واحنا قاعدين كده نعملها. بصوا ابص كده وانا بطلع الاقيها يا اما تقع في الزيت والزيت يطير في وشي، يا اما كانت تروح واقعه في الارض. بصوا والله انا بحضنها لانها بجد بجد جات لي يعني من عند ربنا. انا حاجات كتير خسرت بسبب المقصوصه. وكنت اطلع اي حاجه مثلا لسه بشيلها كده ابص الاقيها وقعت على البوتاجاز، وقعت في الارض، اضطر ان انا كده اخسر من الاكل حاجات كتير. فالحمد لله ما تستبخليش. ده طبعا المضرب جبته برضو من هو السيليكون، علشان خاطر البشاميل وعشان خاطر الاكل. بنحب احنا يا جماعه البشاميل كتير. ولو انا بدوب ميه او اي حاجه في اي حله من الحلل دي، جبت حاجه ما تضرش يعني الحله. طبعا بصوا بقى الحاجه دي، انا يعني انا اول حاجه اختي زعقت لي عليها، قالت لي انت جبتيها ليه كده؟ ما جبتيش ليه من اللي هي السيليكون كلها الايد والحاجه كلها سيليكون على بعض؟ قلت لها لا انا بحب دي بصراحه، انا استخدمتها كتير. بحب المعلقه اللي الايد كده بتبقى حاجه ناشفه حاجه جامده اعرف اتحكم فيها، انما الحاجه الطريه دي انا مش بتحكم فيها. ما بصوا بتخنق بصراحه لما احسها كده ان هي اي كلام. وطبعا بصي بتخلعها زي كده وبتغسليها وبتحطيها بتتصفى معاكي وبتبقى جميله جدا. بصوا رفايع حاجات صغيرة بس بتفرق والله العظيم يا جماعة، والله العظيم بتفرق. بصوا كده انا كنت جايبة الاتنين دول كده، جايباهم كده مع بعض. ماشي. وفي ايه تاني بقى؟ اخر حاجة بقى المفرش. بصوا بقى المفرش ده، آه المفرش ده انا كان نفسي بصراحة فيه. بينفع في كل حاجة، بينفع بصوا في العجن في الفرد بتعملي اي حاجة بينفع. بصوا
اهي جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليه. بتنشبي عليه اي حاجة بتعمليها، بتعملي مثلا حواوشي، فطاير، اي حاجة صغيرة بينفعك وانتي واقفة على الرخامة على طول. بصوا جميل بسم الله ما شاء الله. انا كان نفسي بصراحة في اللي هو اللون الفوشيا، ما لقيتوش متوفر في المحل. فانا جبت بصراحة اللون دون، وهو جميل يعني بسم الله ما شاء الله. هو اي نعم بيزغلل العين بس مش مشكلة، جميل. ده كده ايه، ده كده المفرش. جايباه برضو من هو النوع السيليكون كده، جميل جدا وسهل في الغسيل، في كل حاجة يبقى معاكي سهل. بصوا اهو ده كده بسم الله ما شاء الله. وطبعا بقى ايه الجاروف بقى، يا الجاروف ده انا، بصوا كامل مكمل يا جماعه، والله كامل مكمل. بصوا بقى الجاروف ده، انا ايه، انا دخلت كده فانا لقيت حاجات فرضاني بره في المحل، فانا ما رضيتش اشتري، فانا قلت ايه لما اشوف الحاجه جوه الاول. فانا بحمد ربنا ان انا من ساعتها ما اشتريتش. بصوا بقى رحت بقى محل تاني لقينا كده الجاروف ده. بصوا بقى معاه الفرشه بتاعته، فرشه الرخام. بصوا جميل بسم الله ما شاء الله يعني. ومعاه بقى ايه، بصوا لونه جميل جدا. انا بحب الالوانات الفاتحه. بصوا اللي جايين بقى ايه احلى لونين انا بحبهم. ودي المساحه بتاعه السيراميك، اللي هو بتاعه الرخام والسيراميك. بصوا دي جميله يعني، بتنفع بصوا بتاعه الازاز بتاعه كل حاجه. بصوا بصراحه جميله. انا بحب المساحه دي. بتبصي وانتي واقفه كده على الرخامه بتلاقيها جابت لك كده من الاخر ونشفتها جامد. ودي طبعا ايه فرشة البلاط، فرشة سجاد، فرشة اي حاجة. بصوا جميلة بسم الله ما شاء الله عليها. الجاروف بقى يا جماعة، والله الجاروف ده جميل جدا، منه فيه يعني الايد منه فيها يعني، هي كلها كده اسطمبة واحدة، ولا بقى ايد نوع ولا الجاروف نوع والايد تتفصل عن الجاروف ولا مش عارفة ايه. لا لا خالص مفيش الكلام ده. بصوا والجاروف جميل جدا وخامته جميلة، مش تقيل، لا هو ماسك نفسه وجامد يعني، مش ولا خفيف ولا تقيل. بصراحة جميل جدا وعجبني. طب انت جايبة الابيض؟ لا ده انا جميل الابيض. بصوا بشوية فري كده تغسليه في ثواني هتلاقي اللون يلمع كده معاكي، احسن ما يكون كده فيه اشكال وتجاعيد ومش عارفة ايه وحوارات. لا كده سادة كده شكله جميل جدا. ندخل بقى ايه على الفخامة بقى. بصوا انا هنا كنت مبسوطة خالص وفرحانة. بصوا يعني بقول خلاص مش عايزة حاجة تاني، انا كده مش عايزة اي حاجة تاني يعني. طعم الحلل كده من بعده انا مش عايزة حاجة تاني. لاني بصراحة يا جماعة والله يعني انا تعبت عن ما جبته، تعبت عن ما سديته. آم، تعبت كده من الحلل، كانت بايظة معايا جامد، فالحمد لله ان انا جبته بصراحة، الحمد لله. بصوا بقى تعالى كده ننقله، حطوا كده عشان ايه اجيب لكم حاجة حاجة منه. آه بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم زد وبارك يا رب. بصوا بقى هنا بقى ايه الجريلا بقى كده، دي اول حاجة. بصوا طاسة جريل جميلة جدا، من ايكيا. بصوا اللون بتاعه جميل جدا. انا بصراحة انا زي ما انا قلت لكم، انا يعني انا كنت عايزة اجيب لون فاتح، بس بصراحة ما انا اللي نفعني ان هو ان انا ده على قدي يعني، ده على قدي فلوس وعلى قدي في كل حاجة بصراحة يعني. الحمد لله جميل وعاجبني. آه ربنا بس كده ايه يعني يديني يا رب كده ايه خيره، ويعني يكفيني شره ان هو يجرى فيه اي حاجه. والله بصوا انا بدعي بصراحه لاني بجد والله تعبت على ما جبته يا جماعه، والله العظيم تعبت على ما جبته. دي الطاسه، تمشي معاكي طاسه، تمشي معاكي صينيه، لو انت عايزه مثلا ايه صينيه مكرونه كده على السريع، حاجه صغيره كده. دي تنفع برضو، جميله. بصوا بقول لها يعني انت هترحميني من حاجات كتير. دي كده الصينيه. وطبعا الحلل يعني جريلا وصينية وكام واربع حلل. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة.
والغطا بتاعها جميل جدا. هتقولي طب انتي ما جبتيش ليه غطا ازاز يا ام زيزو، يكون ازاز شفاف عشان تبقي شايفه الاكل من جوه، مش عارفه ايه الكلام ده. لا، طب ما انا كان عندي الغطا الشفاف الازاز، مجرد ما كان بيقع كان بيتكسر. لا، انا دورت على الحاجه يا جماعه اللي تعيش معايا. كلنا عندنا اولاد وعارفين يعني ايه مثلا ان انتي غطا حله يقع منك، مش عارفه ايه يقع منك كده، كل دي خسائر. وانا بصراحه لا، انا كده حلو قوي 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 والله. هو بصراحة المفروض ان فيديو الحلل ده ما كنتش عملت مونتاج ليه، علشان خاطر كنت بقول لكم على الحجم بتاع الحلة. المفروض ان أنا ما كنتش قلت يعني ما كنتش عملت مونتاج ليه، كنت اتكلمت كده يعني على طول الفيديو مباشر، عشان خاطر الاحجام بتاعة الحلة المقاس بتاعها. بصوا دي الحلة الكبيرة. طبعا ايه الحاجات دي آه هنستخدم بقى في رمضان الاكلات وكل حاجة هنعملها، فطبعا هنشتغل بقى ايه بالطقم ده. وهوريكم بقى الطقم ده. هي الحله انتوا شايفينها كده، بس هي الحله كبيره يا جماعه وتشيل كميه كبيره، يعني تشيل اكل كتير، تشيل كميه كبيره. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها واسعه وكبيره. انما طبعا ما تنفعش بقى ايه العزايم الكبيره الكلام ده، لا تنفع ايه حاجات قليله. الاعداد يعني الافراد كده قليلين مش كتير. قليلين، انا لخبطت ولا ايه في الكلمه مش عارفه. بصوا برضو هنا كنت بقول لكم على المقاس بتاعها. بصراحة مش فاكرة انا المقاسات، بصراحة فصلت خالص والله، يعني انا تعبت الايام اللي فاتت دي من كذا حاجة كنت بعملها وكذا حاجة وكذا مشوار كنت بروحه، فانا بصراحة مش متذكرة الاحجام. فطبعا انا وانا بطبخ يا جماعة وبعمل لكم الاكلات هقول لكم الحلة دي مقاسها كده. تمام. بصوا بقى هنا كده هما من 4 حلل وصينية وطاسة جريل. وده كان كده بقى ايه، ده كان الروتين بتاعنا يا جماعة. بصوا بقى هنا كده الايه وريتكم بقى المشتريات اللي انا جبتها. بصوا حاجات يعني حاجات بسيطة بس بتفرق طبعا. والحاجات الروافع الصغيرة برضو بتفرق في حاجات كتير. وطبعا ايه كل سنة وانتم طيبين بقى عشان الشهر الكريم. اللهم يا رب اجعله شهر الخير علينا، لا فاقدين ولا مفقودين. بصوا هنا بقى ايه كده الحاجة هي كده كلها. وطبعا ايه جبت اللي هي طبعا فوط المطبخ وجبتها برضو انا ما نسيتهاش. بصوا انا فرحانه قوي بالطقم والله. قولوا لي ايه رايكم فيه، وقولوا لي برضو يعني ممكن تكون حد استخدمه ولقاه استخدامه مش حلو برضو ايه يعني عرفوني. انا بحب يعني بصراحه ان انا اخد المعلومه من غيري بصراحه، يعني انا بتقبل اي حاجه. ودي طبعا ايه كده كان هنا كده ايه الطقم الحلل، وكانت الحاجة اللي احنا كده ايه جبناها هنلمها بقى تاني، وهوريكم بقى ايه استنظروا بقى مني فيديو الروتين بتاع المطبخ كامل. هوريكم بقى الحاجة القديمة، هوريكم الحاجة الجديدة اللي انا جبتها. وفي الرص والحاجات المطبخ كلها هوريها لكم. وطبعا ايه حاجات رمضان، وهوريكم بقى ايه الروتين بتاع الشقه عندي الصاله. هوريها لكم بعد بقى ما عملت فيها زينه رمضان والانوار بتاعه رمضان واجواء رمضان وفرش بقى. بصوا حاجات جميله جدا، مفاجاه يعني مفاجآت كتير كده قوي قوي هتطلع بقى معانا الايام الجايه دي في الفيديوهات. والله العظيم يا جماعه بصوا، انا يا رب كده يعني يجعله فتحة خير عليا كده يا رب، والقناة طبعا عمرها ما تكبر الا بيكم ان شاء الله. طبعا هنا كده ايه انا لميت بقى ايه الطقم ماشي. وهوريكم بقى ايه هنا كنت جبت برضو الصينية دي لقيتها فاتحة كده فجبتها. تنفع برضو يعني لفرد او فردين يكونوا مثلا عندي وحابة اقدم لهم اي حاجة هتنفع. طبعا فوط المطبخ متنسوش يا جماعة، برضو فوط المطبخ جبتها جددتها برضو. دول 6 فوط، الخامة جميلة جدا. انا جايبه منهم قبل كده، انا جبتهم عشان انا استخدمتهم قبل كده، يعني انا عارفه الخامه وعارفاهم. استخدامهم جميل بسم الله ما شاء الله. دي كده ايه 6 فوط تستخدميهم في التنشيف في المسك في اي حاجه.
جمال. فطبعا ايه، انا بقى مش عايزه بقى بعد الفيديو الجميل ده والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله ما تنسونيش بقى كده ايه، احلى لايك منكم واحلى كومنت، واللي ما اشتركش يشترك، يدوس على كلمة الاشتراك وتفعل الجرس، هيظهر لك كلمة الكل، دوسي عليها عشان يوصل لك كل جديد من يومياتي ومن الروتينات بتاعتي. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله شهر السعادة علينا جميعا يا رب، وشهر الخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، اللهم امين. وما تنسوش يا جماعة قبل ما تقفلوا الفيديو تكونوا صليتوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وسبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم، واستغفروا ربنا يا رب كده كتير. ودي ايام مفترجة والدعوات فيها يا جماعة مستجابة. وبصوا يعني انا بصراحة انا مش عارفة اقول لكم ايه تاني غير اني يعني يا رب كده اي تشوفوا كده ايام السعد والهنا كلها يا رب اجمعين كده جميعا كلنا، ويبقى شهر الخير علينا جميعا. اللهم اشف مرضانا يا رب. وعايزة بقى دعواتكم كده ودعمكم ليا. وعايزة بصوا اي حاجة تشوفوها مش عاجباكوا قولوا عليها وانا متقبلة يا جماعة، والله التعليقات انا متقبلة اي حاجة، والناس اللي بتدخلي وتقولي على اي حاجة انا متقبلة. وبصوا ما بزعلش من حد. وعايزاكم بقى كده ايه احلى لايك تعملوه واحلى اشتراك. وبصوا دعوة حلوة كده منكم. ويا رب كده ايه الايام الجايه دي تكون ايام خير علينا جميعا يا رب. واسيبكم بقى كده ايه في رعاية الله، وما تنسوش يا جماعة تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. مع السلامة.